كملوا المسجد تقريبا في 74 هيك شيء، كان هذا كان جاهز ويصلوا فيه. بعد هذا ولعلمك الباب الوسطاني اللي بيدخل المسجد القديم للمسجد الوسطاني من جهة المسجد الجديد القصارى مش حجر، قصارى أنا قصرته وقسمته زي الحجر ولا يزال موجود. كنت أنا أشتغل براني بعد الدوام أشتغل، أجا علي الله يرحمه مصطفى الكيلاني قال هيك المسجد بدنا مشان تكسر لنا إياها شغلة بسيطة. وهذا قلت على كل حال أنا مستعد أكسر، قصرته جهزت. وظل المسجد على ما هو، لا يزال مسجد هو. بداية كان الإمام شيخ عبد الحميد، من قبل ما أنا أعرف مين إمام، أما أنا تأكدت إنه أبوه شمس الدين أحمد كان إمام في مسجد صويلح. بنوا له مسجد قدام البيت، مسجد صغير يعني كغرفة، ما كان يقدر يجي يصلي هون، بس تعين الشيخ عبد الحميد إمام. الشيخ عبد الحميد لغاية 54 هو إمام لله تعالى. في 54 لما صاروا ييجوا ناس من الأوقاف ضغطوا عليه، قال ما بصير انت تئم هيك ببلاش، احنا لازم الأوقاف مش طفرانة، لازم تعطيك أجار شهري. ومحمد نور الدين مؤذن، أنا من حد ما عرفته كان مؤذن. بعد محمد نور الدين المؤذن صار بهاء الدين أبو زهير. بعدها الإمام عبد الحميد لما تعب مظبوط، لما استقال هو أجا إمام في المسجد بهاء الدين. بداية بهاء الدين ما كان يعرف يخطب، كان الله يرحمه محمد ديب مرزة دارس شريعة، كان يوم الجمعة يخطب لغاية السبعينات. مدينة صويلح سميت بصويلح نسبة إلى ولي صالح واسمه كان صالح، وسمي صالح مع تصغير كلمة صالح إلى صويلح، بلدة صويلح، مدينة صويلح، وحاليا هي الجزء الغربي من مدينة عمان الغربية الكبرى. فبلدة صويلح بلدة صغيرة جدا، وكانت نموذج للقرى الأردنية في بداية العهد الهاشمي. وكانت صويلح بلدة تشبه كازابلانكا، وهي كلمة إسبانية وتعني البيت الأبيض، حيث أن البيوت كانت تدهن بالطراشة البيضاء. يمين الصورة هذا البيت الصغير، وهو بيت من الطين، وقد بني على البيت الأصلي الذي بناه الشيشان 1906، وهو المسجد أقدم مسجد في صويلح. خلف السلسلة بناية كبيرة من الحجارة، وهو البناء الأصلي لمسجد الشيشان الكبير في صويلح، وتقريبا بني ما بين 1920 22، ومن ثم جدد 4 مرات، وكان آخرها 1946، وبعد النكبة فلسطين حوالي 1958 تقريبا. مع المسجد
1922. وكان المهندس أخ عربي من فلسطين من الخليل كما يقال. المئذنة بنيت بجهود أبناء الشيشان الذين جلبوا الحجارة من خربة الجبيهة، وهي حاليا تقع شرق الدوريات الخارجية في صويلة. أما الصحن المئذنة كما ترون قد تم تشييده بجهود الشباب، وكان أبرزهم شكري عبد المجيد خسر شيشاني من الصويلح، قرية الصويلح، وإلى المسجد الكبير. ونتذكر رحمة الله عليهم شيوخنا الأفاضل الذين ضحوا لرفع كلمة الله والإسلام في هذا البلد. وكان العلامة أحمد عبد الله إمام، والكنية وهي إبل بالشيشاني، وكان هو أول إمام للمسجد بعد محمد نوري، ثم تدرج وجاء العلامة الثاني رحمة الله عليهم الشيخ عبد القادر قادرو. وهذه الصورة فهو الشيخ عبد القادر قادرو مع أخيه وزميله المؤذن محمد نور الدين الذي كان في العقد الخامس والسادس والسابع. عبد الحميد عبد القادر قادرو وهو شيخ المنطقة ككل، وعاصر معظم الأجيال 50 سنة الماضية، ورحمة الله عليه توفى قبل حوالي 15 سنة أو 12 سنة تقريبا. الشيخ الجيلاني الذي عاصر 50 سنة الأخيرة وتوفي قبل حوالي 15 سنة أيضا.